في كل مرة الراجل كان بيستخدم قدراته الخارقة، الفلوس اللي في جيبه كانت بتختفي فوراً، وبدلها كانت عملات معدنية بتقع من جسمه. صاحبته اتفاجئت جداً، بس افتكرت إن ده أكيد نوع من الخدع، وطلبت منه يعمله تاني. الراجل حط 10,000 وون في جيبه، وبسهولة تانية قدر يثني ماسورة حديد. وكل ما كان بيستخدم قوة أكتر، الفلوس اللي في محفظته كانت بتختفي أسرع. علشان يوفر فلوس لبيت أحلامهم، الراجل بدأ يشيل معاه مبلغ صغير بس، بقى حتى مش بيجري ولا بيمشي بسرعة، خايف إن أي مجهود زيادة يضيع فلوس أكتر. لما ست كبيرة طلبت منه يساعدها تشيل شنطها، رفض ببساطة. وفي الشغل لما حد دخل وراه حتى ما مسكش الباب، فالقهوة بتاعت زميله اتكبت عليه. ولما واحدة في الطرقة كانت بتحاول تشيل زجاجة مية، عدى من جنبها كأنه مش شايفها. في يوم من الأيام أمه ادته 30 مليون دولار، الفلوس اللي كانت محوشاها طول حياتها علشان يقدر يشتري بيت لنفسه. وهو بيتصل بصاحبته علشان يقولها الخبر الحلو، فجأة عربية نقل في الطريق فقدت السيطرة وخبطت في أتوبيس مليان ناس. الأتوبيس بقى معلق على حافة كوبري وكان على وشك يقع. لما الراجل شاف كده ما ترددش لحظة، جري بسرعة، مسك الأتوبيس بإيديه الاتنين وشد بكل قوته. الفلوس اللي في جيبه بدأت تختفي قدام عينيه، وآلاف العملات المعدنية بقت تقع على الأرض زي المطر. وفي الآخر قدر يرجع الأتوبيس لمكان آمن. لكن لما كل حاجة خلصت كانت كل فلوس أمه اختفت.